صباح الخير عبد الرحمن. يعني في ظل كما ذكرنا هذه الزيادة في الإنفاق، ما هي أبرز أو أهم الأرقام التي يمكن رصدها وأبرز الظواهر أيضا في سوق الانتقالات لهذا العام؟ طبعا أهم الأرقام اللي نستطيع الحديث عنها بالتأكيد هي الحركة الدوري الإنجليزي القوية في سوق الانتقالات. الدوري الإنجليزي أنفق حتى الآن في سوق الانتقالات داخليا وخارجيا حوالي 3 مليار 160 مليون يورو، قياسا بدخل بلغ حوالي مليار 750 مليون يورو. مقابل مثلا الدوري الإيطالي برضو كان في حركة انتقالات عالية جدا في هذا الصيف. كمية الأموال التي أنفقت في ضم لاعبين بلغت حوالي مليار 120 مليون يورو مقابل مبيعات بلغت مليار و90 مليون يورو. هناك يعني توازن كبير في الدوري الإيطالي من حيث حركة الإنفاق وحركة يعني ما بين المصروفات والإيرادات. بالنسبة للدوري الألماني، واحد من أهم الدوريات هذا الموسم، كان لاعب رئيسي في سوق الانتقالات بحكم أنه عدد كبير من اللاعبين انتقلوا منه إلى الدوري الإنجليزي بأرقام كبيرة. الدوري الألماني أنفق حوالي 728 مليون يورو في مقابل دخل بلغ 992 مليون يورو، وهو الدوري الأكثر ربحا من انتقالات اللاعبين في هذا الصيف. زي ما ذكرنا، أهم الظواهر بالتأكيد هو أنه عدد كبير من اللاعبين انتقل بمبالغ قياسية. الأندية معظمها أنفقت بأرقام كبيرة غير معتادة عن السنين اللي فاتت. الدوري الإنجليزي شاهد كسر الرقم القياسي في حركة الانتقالات بضم اللاعب فيرتس مقابل 125 مليون يورو لنادي ليفربول.